مرحبا بكم. نبدأ النهاردة إن شاء الله الحلقة رقم 5 في التطبيقات على اسم الأزير، وبنطلع منها إيه وإيه اللي بنستفيد منه. طلعنا آخر حلقة كان موجود فيها اسم مصر نفسه، كان موجود من شكل علامة الدايرة اللي بتنطق مدينة وميدان ونطقت أيضا مصر. جالنا برضو اسم تاني وتالت لاسم مصر، كان من ضمنها أهم حاجة فيها شكل في وديان كده أو شكل الصحراء، هنتكلم عنها دلوقتي. ده الاسم الثاني من اسماء مصر، وفي اسم كمان من اسماء مصر هنشتغله ان شاء الله المره اللي جايه. هنطبق النهارده على اسم مصر الثاني حسب ترتيب وجوده في كتاب الدكتور عبد الحليم نور الدين، ونشوفه هو بينطق مصر ولا بينطق دشرت. هو جايب معنى دشرت، نشوفه مع بعض ان شاء الله. لكن في البدايه عايزين ما ننساش ابدا الابجديه اللي احنا اتفقنا عليها. هنحط صوره كده الابجديه موزعه على اسم الازير، وهنتكلم فيها بشكل مختصر. هنا الأبجدية، هنا اسم الأزير زي ما احنا كاتبينه كل مرة، مفيش تغيير خالص. الحرف دوت واخد 4، المربع ده واخد 4، ب م واو فاء، اسنان منشار نون لام را. أنا مثبت الاسم ده اسم الأزير. إي سي أسمي اسم أوزير، ده حرف الهمزة وده الواو وده الزين وده اليه وده الراء، أوزير. مثبت الاسم ده كده زي ما هو بنفس الترتيب بنفس القيم الحلقية والصوتية. شوف مفيش تغيير نهائي في أي حرف يطلع مكان حرف ولا حد يغير مجراه. إلا إن إحنا هنا لما جينا هنا أنا حبيت أختصر ديت لمجموعة حروف صغيرة. ليه؟ لأن حرف الظه والذال والث دي حروف عندنا في اللغة العامية بتاعتنا متبادلة خالص. يعني لو قلنا ثعبان بالث هنقول عليه تعبان، هنقول كده. ولو قلنا الثواب هنقول عليه الثواب بالسين. فالحرف ده ممكن يروح سين وممكن يروح تاء، لكن في اللهجة المصرية ما بنتكلمش بيه خالص، مش بينطق ث أبدا، يعني ما بنسمعوش في اللهجة المصرية سواء القديمة أو الحالية. حرف الظه نقول مثلا الأمر ده ظاهر، نقول ظاهر بالزين. فالحرف ده برضو غالبا مش موجود. لما نيجي نقول مثلا ايه ذلك الرجل، نقول ذلك بالزين، يعني حتى الذال دي راحة زين. فاحنا في لغتنا العادية لا بنقول ذال ولا ث ولا ظ. التلاتة ده هم مبدلين دائما، لا اما بحرف الزاي لا اما بحرف السين. او احيانا نقول ثوم نقول توم، ما نقولش ثوم، برضو يروح لثعبان تعبان وهكذا. ثواب تبقى ثواب. ويعني الحروف الثلاثة اللي تحت دول حروف مبدلة دائما. والحرف ده حرف حلقي زي ما احنا شايفينه بالشكل ده باختصار. نروح على الاسم بتاع اللي احنا عايزين نتكلم فيه النهارده. العلامه دهيت هو قال على الحرف ده، الحرف اللي شكل الجبال دوت، قال عليه دشرت. دشر والتاء اللي فوق ديت دشرت، سماه كده يعني. وايه يا عم الدشر ده او الدشرت ديت؟ قال لك الارض الحمراء او الصحراء او الارض الصحراويه، اشاره الى المساحه الاكبر من ارض مصر التي تميل ارضا، التي تمثل ارضا صحراويه. وحتى سماها برضو ديت معناها الطي او الطوي ديت برضو الاقليمين او الضفتين. خلينا هنرجع لها للضفتين برضو، يمكن المرة اللي جاية على طول نتكلم في الضفتين. لكن هي الضفتين برضو هي نفس الكلام. هنشوف ده احنا ماشيين مع بعض واحدة واحدة، نشوف نكتب ونرسم ونشوف الدنيا جاية ازاي. هو لما حط العلامة ديت أنا من رأيي الشخصي إنها لا تمثل الصحراء بشكل مباشر، لكن هي كلمة وديان، هي تمثل وديان. طب لو رحنا للصحراء ما فيش مشكلة، يعني لو هنسميها اسم الصحراء هي ما فيش مشكلة، الصحراء برضو اسم الصحراء ما فيش مشكلة. لكن لو رحنا للشكل المنطقي بتاعها إنها مش صحراء، هي تمثل الوديان والوادي. وهو استعملها بعد كده داخل المعجم اللي اسمه وولس بيج اللي احنا هنشتغل عليه بعد كده، بمعنى وديان ووادي وأشياء من هذا القبيل. فإن سميناها الوديان يطلع ده حرف الواو، وهنروح لكلمة الصحراء بعد كده يعني، هيطلع ده حرف الواو ويد والياء والدال، وديان وديه تاني ودي نون. يبقى الحرف الدايرة الفم ده التزم في المرتين دولت حرف اليه، لأنه يعني نفس الحرف الحلقي اللي احنا متفقين عليه وديان. ونفس الاسم بتاع الأزير اللي هو بيطلع منه مصير أو مصر زي ما احنا متفقين عليها، بيطلع بشكل واضح وصريح. طب لو رحنا للاسم اللي هو سماه الصحراء، هو بيقول أسمي الصحراء،
أو دهية الصحراء، أو زي ما هتسميها يعني باللغة العامية حتى. أسمي الصحراء مع إن أنا مش مقتنع، لكن هو كلمة من الكلمة الأزير جه من داخله بعد كده زي ما أنا لاحظت. الصحراء، كتاب الصحراء، وكتاب الصحراء ده يعني عشان نقول كلمة يعني مع بعض. كلمة الساحر كانت دائما في اللغة القديمة تعني العالم، وتعني العالم الجليل. مش الساحر بالمفهوم العصري إن هو راجل سيء كده يعني. لأن الساحر غالبا كان قديما هو راجل يتسم بالعلم وعنده معلومات في علم المعادن وعلم النحت وعلم الكتابات، وهو كان كاتب بشكل رئيسي وكان ساحر. وأظن أن في القرآن لما أهل مصر قالوا لنبي الله موسى، قالوا له يا أيها الساحر ادع لنا ربك، فما كانوش بيقولوا له يا أيها الساحر بيذموه أو بيشتموه، لا هم كانوا بيقولوا له يا أيها العالم الجليل يعني. أنا رحت لكلمة الصحراء من هنا، أو الصحراء، الاثنين دي إي وصاد والحرف الحاء والراء، ودي تنطق ه أو همزة. الصحراء أو الصحراء يعني ممكن تستبدل الهي ديت بهمزة، يعني نفسها حرف تبادلي. فإن رحنا برضو حتى الصحراء ديت هتلاقيها نطقة مصر أو المصير أو مصر باللغة العامية، اللي هي نفس المدلولات الجاية على العلامة ديت. يبقى لو سميناها الصحراء من هنا وارد، ولو سميناها وديان وارد. وكلمة وديان عموما هي المستعملة أكتر في تفصيلات المعجم بعد كده، دايما يستخدمها وديان. عموما دي كانت فكرة النهاردة عن اسم مصر، وإن شاء الله الحلقة الجاية هنكمل في موضوع الضفتين بتوع وادي النيل، وهنجيبها بشكل كويس ونفنطها مع بعض. شكرا لكم.